السلام عليكم اخواتنا الحرفيين. كان كتير قوي طلب مني فيديو على تجميع لمض الليد في البيت، والنهارده انا هعمل الفيديو عشان تشوفوا طريقه التجميع والمكونات المطلوبه اللي هتشتروها من التاجر. اول حاجه ده قرص الليد اهوت، بيجي جاهز كده زي ما هو، في اللمض بتاعته، في الدايطات، في المقاومات بتاعته كلها، تمام. وبيجي معاها المكثف السيراميك، وده بيختلف اللمبه 9 واط ل 12 واط. ال 9 واط بيجي 135 مايكرو، ال 12 واط بيجي 175 مايكرو، تمام. وبيجي معاها المكثف الكيميائي دوت. المكثف ده برضو بيختلف بين ال 9 واط وال 12 واط. ال 9 واط بيجي 10 مايكرو، ال 12 واط بيجي 15 مايكرو، والاتنين على 250 فولت. وبيجي معاها لفة أسلاك بالتوصيل، بيجي الدواية تيجي مفرغة فاضية خالص مفيهاش حاجة، وبيجي ليها مسمار للدواية، مسمار صغير، وبيجي بادي اللمبة، البلاستيكة بتاعت اللمبة، وبيجي الغطا بتاعها. طريقة التجميع مفيش أسهل منها. حضرتك بتجيب ديت، بتلاقي من ورا هنا مرسوم رسومات. المربع الكبير ده بيركب فيه المكثف ده، مكثف السيراميك، وبيركب على اي جنب، على اي اتجاه، مش فرق، مش لازم اتجاه معين. وفي المدوره دي بيركب فيها المكثف ده. الناحيه المشرشره اللي هي مسوده ديت، المخططه المسوده ديت، بيركب فيها الناحيه السالب. هتلاقي بص على المكثف في ناحيه مرسوم عليها سالب، بتركب هنا. هنشوف انا اركبها ازاي. تيجي حضرتك عرفت خلاص، يجي ديت كده، ديت الموجب السالب، ونفتح من تحت كده عشان تثبت معانا وما تقعش. تاني هنركبه هنا في اي اتجاه مش فارقه اهو. برضو هنفتح مع بعض وهنيجي نلحمه. كده خلاص ثبتت واتلحمت. في زيادات بقى هنجيب مقص كده ونقص الزياده. اهي في هنا واتنين اهو. هنجيب الدوايه، نحط السلك من جوه كده، نطلع حته منه، نجيب المسمار ندخله في الفرن ونضغط بايدينا. الدوايه تيجي الناحيه، هتجيب دي ندخل ده كده، نطلع السلك. في هنا خرمين اهو، الخرمين دولت هنوصل فيهم في اي حته، اي واحده في اي ناحيه، نوصل في اي ناحيه فيهم كده. من هنا نطلعه كده اهو، نطلع منه حته كده ايه، ونلحمه. اهي. نجيب سلك تاني، هنشوف من ناحيه الخرم التاني، هندخل فيه كده اهي، ونلحمه كده اللمبه اهي. ونجيب السلك ده تاني بقى، هندخله هنا، نطلعه من الناحيه التانيه هنا، نقفل اللمبه بتاعتنا. اهي. تجيب السلكه دي بقى، هتتنيها كده، تدخلها هنا كده وتتنيها هنا، تتنيها على الشفه دي.
بتتنيها على الشفه دي كده، وتقفل عليها الدوايه، بحيث الدوايه قافله عليها. بص حته من السلك باينه اهي، قفلت عليها الدوايه كده. اللمبه ركبت. هنجربها بقى. طالما هنجربها، انا هنا عامل دوايه كده للتجربه. مجرد ما احط فيها كده نور نور كده، خلاص انا ضمنت اللي هي شغال. واروح بعد كده على المكبس ده. المكبس المكبس كل ما تحركه بيطلع سنين هنا كده، سنين هنا بتقفل على اللمبه. نحط هنا كده ونشد الدراع شده واحده كده، خلاص كده اللمبه اتكبست وقفلت وبقت 100 100 ومش هتطلع تاني. ده تنفيذ السريع عن تجميع اللمبه. دلوقتي الناس بقى عايزه تسال الحاجات ديت المكثفات دي بتيجي في كيس. بتجيب كيس كده مليان مجموعه مكثفات، بس هو ده قل طبعا عشان انا استعملته مفيش منه للاسف مقفول دلوقتي. يبقى مكتوب عليه كل حاجه، كل حاجه تبقى مكتوب عليها. كده معلش، كل حاجه تبقى مكتوب عليه. بيبقى فيه 500 قطعه وسعته 175. وكيس زيه بالظبط بيبقى فيه المكثف الصغير. وكده هو ده كده تجميع اللمبه الليل. اشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.